هسه من بعد ما بردت عندنا بالثلاجة قصينا، صارت عندنا هذا الشكل، كاكاو مكسرات فوق بهالطريقة. وهذا شكلها، نشوف واو شلون الشكل. كلش طيب. السلام عليكم. راح نسوي اليوم حلا كيكة باردة. نبلش بالكريمة. هنا عندي كوب كامل كريمة هذا الشانتيه، هذه النوعية كوب كامل. وهنا نص كوب مي، ربع كوب شوية مي بارد بثلج راح أضيفها. وراح أضيف وياها ملعقتين طعام من الحليب المجفف، وملعقة واحدة من السكر، ونبدي نخفق بيها. هسه بديت أخفق بيها. اكو عالم قالوا ما عندنا خفاقة يدوية، نضيف بالخفاقة خفاقة كهربائية. احنا راح نسويها بالخفاقة اليدوية. نظل نحرك بيها حتى تسخن. هنا تريد وقت، اهم شي الوقت، يعني نظل نحرك. هسه شوف شلون صارت هاي، لأن خفاقة يدوية أحرك بيها شقد ما تقدرون تحركون بيها، تحركوا بيها حتى تسخن. واللي عنده خفاقة كهربائية بعد خير على خير، تاخذ خلط 5 دقايق بالضبط حتى تتضاعف وتتكاثر، تصير تقريبا نص الطاسة. هذا الشكل. هسه احنا هنا نسلمها عدل ونخليها بالثلاجة. هسه عندي بسكت استخدمه، راح نكسره كله هذه الطاسة. هسه نكسره كله، نكسره. هسه نبدي نكسره كل البسكت. على ما بنتي تكسره كل البسكت نروح نسوي طبقة الكاكاو. هنا عندي 3 قلاصات مي، وهنا عندي خاشوقتين نشا و3 خواشيق طعام كاكاو بالسكر. راح أضيفه على البارد، حركي بيه. وراح أضيف ظرف فانيلا. هسه هاي المواد كلها على البارد. وراح أضيف قليل من الشكر، إذا أنتم ما حابين تضيفونها عادي، بس إحنا يحبونها حلوة. تقريبا 3 ملعقتين طعام. هاي الملعقة صغيرة، ملعقتين من الطعام. وراح أضيف حليب مجفف همينة ملعقتين طعام. هسه شغلنا النار، نظل نحرك، نظل ما نعوفه، نحرك بيه حتى يسخن. هاي الطريقة.
نشوفه يدخن. يلا هنا عندي مكسرات اللي هي عين الجمل وفول السوداني، راح افرغهم بالتشيز وراح شوية اكسرهم ادقهم. هسه نبدي نكسره كله. نكسره ندقه بالهاون او بهذي. هسه بعد ما كسرته صار بهالشكل، نضيفه ويا البسكوت. هسه بعد ما سخن صار هذا الشكل. هسه نخليه ويا البسكوت. هسه نحركه. ونتركه بالثلاجة يبرد على ما نسوي الطبقة الثانية. بعدين هسه بعد ما بردت عندنا بهذا الشكل. هسه شو نسوي؟ راح نضيف بعد ما بردت بعد الكريمة شلون كبت، شلون كابة لأنها باردة مثل الآيس كريم. هنا هم نقدر نسوي بيها مثلجات آيس كريم. نضيف لها المكسرات هسه نعدله على الوجه. هاي بعد ما خلينا الكريمة راح نضيف لها كاكاو. بهذا الشكل ضفنا لها الكاكاو. هاي لان بيد وحدة اصور. هسه نضيف لها معلبات من البسكوت هذا الشكل. وهذا شكلها نهائي. نخليها بالثلاجة تبرد وتتماسك أكثر، تصير روعة.
هسه من بعد ما بردت عندنا بالثلاجة قصينا، صارت عندنا هذا الشكل، كاكاو مكسرات فوق بهالطريقة. وهذا شكلها نشوف. واو شلون الشكل. كلش طيبة. سبيتي الجامعة بحكي